هاي بنات، معكم رورو من قناة رورو اس اس او سارة من قناة رورو اس اس. التوتوريال او الفيديو اليوم راح يكون عن كيفية عمل اسوار ثلاثي. هذا هو شكله. طبعا انا عندي 1 2 3 4 5 اسوار ثلاثي. هذا هو شكله بس واحدة. اوكي، يعني مو كله نفس الشيء، فتقدرون تختارون الالوان. طبعا هاي هذا الاسوار هذا اكثر واحد احبه، وهذا احبه، هذا كلن احبهن. بس هذا يذكرني قبل يوم اخر لقاء صديقتي اذا تعرفوها شهد، نشرت فيديو قلت شهد الله يرحمها، فهذا بنفس اليوم اني سويته. فيعني هذا بين اخر لقاء الشهد، فيعني كثير معتزة بيه. فيلا نشوف. بالبداية راح نحتاج إلى لوم أو هو الآلة المطاط، وراح أحتاج بس أنزل ستاند شوي حتى أراويكم. أوكي، راح أحتاج إلى مطاط من أي لون. اختارت اليوم هذا الألوان. خليني أرجع. أوكي، وأيضا دائما أستخدم الكروشيه كل حديد، فاليوم ما راح أستخدم الكروشيه كل حديد، راح أستخدم هاي الكروشيه. فيلا نبدأ. أول شيء راح أخذ اللي هو راح أسوي شكل المعبد اللي كلكم تعرفوه. فراح أخذ مطاطا من هذه النقطة، تكون الفتحات موجهة أمامي، موجهة إلى منطقة الأمام. وراح أخذ مطاطا أخرى وراح أحطها هالشكل. بعدين راح أسوي شكل المعبد أو شكل الدائرة. فطبعا شكل الدائرة ما حد ما فهمه، فشكل المعبد لا تحفظتوها. متابعيني يعرفون شكل المعبد، فأنا راح أسوي سوري يعني حتى يسهل عليكم أكثر، فراح نسوي شكل المعبد. يلا نشوف. فراح أحط مطاطة راح أحط مطاطة تلو الأخرى حتى أوصل إلى نهاية الآلة. وتصير طريقة كثير سهلة. راح أكمل إلى نهاية الآلة. طبعا سوري، مثل ما تشوفوا خلاص أنا خلصت. إلى هنا راح تبقى عندي نقطة ما راح أخذها، راح أخذ مطاط من هاي النقطة إلى هاي النقطة. صار نصف المعبد، والآن راح أسوي النصف الثاني. أوكي هيجي أحسن. فيلا نبدأ. 1 2 3. فطبعا شكله راح يصير كثير حلو، كثير بيرفكت، وطبعا كلش سهل، يعني ما يحتاج له اصلا صعوبة. راح نسويه بشكل كثير بسيط. طبعا الوسط راح يكون عليكم انتو. هذا كله الى نهاية الآلة. صار عندي شكل معبد الحين دائما نعرفه. راح اخذ لون مغاير او لون الاصفر، وراح ابدي من هاي النقطة الى نهاية الآلة. فراح اخذه. فكثير سهل الطريقة. فطبعا هسه أنا راح أتوقف، راح تكملوه هذا إلى هنا. تعدي بس من هاي النقطة إلى عفوا من هاي النقطة إلى نهاية الآلة. فراح أخذ أيضا مطاط باللون الأصفر، وراح أحط من هاي النقطة إلى نهاية الآلة. هاي هي الختامية. بعدين لما صار عندي هذا الشكل راح أقلب الآلة حتى ما يصير يعني مرعبة، حتى يصير ملموم. راح اخذ مطاط باللون الاصفر، مطاطة واحدة، وراح احطها على شكل مثلث مثل هذا. 1 2 3 مثلث دائما مثل ما تشوفون. راح اسوي هالشكل 1 2 3. راح احطها على شكل مثلث، وراح اكمل مثلثات الى نهاية الآلة مثل ما تشوفون. 2 3 1 2 3. اسفة على الضوضاء، بس يعني انا هسه دائما لا اصور الصبح لو بالليل، بس هسه وقت عصر يعني، فتعرفون الضوضاء كثيرة بالبيت. اوكي، فراح اكمل الى نهاية الآلة واشوفكم. او يلا خل اكمل بس لانه سهلة. راح اغير اللون هنا، راح استخدم لون بينك لانه ما مطلع كثير مطاط. انا بالنسبة الي ما احسب. ان شاء الله الفيديو الجاي بالمطاط راح يكون عن الاسوار الفيش تيل او اسوار ذيل السمكة، اخر وحدة بنسويها. خلص خلصنا. وراح اخذ اللون البينك وراح الف على هاي 3 مرات. 1 2 3. اذا ما تعرفون 3 لفوا 2 عادي جدا. اول شيء اللي راح اسويه راح اخذ الكروشيه هاك
راح اسوي هالشكل. راح اطلع المطاطة الصفراء وراح احطها على النقطة الموالية الها. راح اطلع الكروشيه هوك، وراح اخذ المطاطة باللون الوردي اللي هي من جهة اليمين، وراح احطها، وراح ادخل اطلع المطاطة اللي هي من جهة اليسار وراح احطها. فيلا نكمل. راح اخذ اللي هي هاي المنة، راح احطها هنا. اللي راح اسوي هنا هذا المثلث راح يعيقنا، فاللي راح اسويه راح اخرج هذا المثلث، يعني يكون خارج، وادخل المطاطة واخذها. يعني ما يصير نحطها هي ومثلث، يعني ما يصير ناخذ منها، يعني ما يصير اخذ على طول منها، لا لازم اول مرة اوخر المثلث، اوخر المثلث واطلع واحط. فيعني طريقة كثير سهلة، وانا دا ابدي يعني اول ما بديت السوار هو كثير سهل، وبعدين شوية 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 راح ابدي شوية اصعب. فان شاء الله يعني طبعا التوتوريال الثالث اللي راح اسويه دا احضر له هو قلب بالمطاط، ميدالية قلب، وان شاء الله راح تعجبكم، راح تكون حمراء. فبهالطريقة وراح اكمل هذا الى الاخير. I'm sorry about that. اوكي فراح اكمل بس انه كل ما يصير 3 دقائق اطفيه حتى اعرف ايش قد صار مدة الفيديو. الان مدة الفيديو 6 دقائق. فيلا نشوف. صار عندي ايش راح اخذ من هاي النقطة احطها هنا، بعدين راح اخذ من هذه النقطة اللي هي بالوسط وراح اطلعها هالشكل. النقطة اللي بالوسط كثير سهلة بحيث بسرعة تخلص، ولأنها بس لأن هاي ما مر عليكم، هاي نفس هاي فراح ما اسويها، يعني انتو تسووها. بس هذه حتى يعني حتى تعتمدون على نفسكم وتكونوا اقوى بالمطاط، يعني يصير عندكم خبرة اكثر بالمطاط، ما تعتمدون بس على المشاهدة يعني تسوون كوبي بيست، لا انتو حتى اذا خرب عادي، لانه يعني انتو دا تسووه، فشكله يعني حتى لو يعني يخرب ما بيها شيء. وهذا نفس الشيء همين راح اطلع من هاي النقطة، راح اخذ هذه وراح هاي المثلث لازم اقول لكم لازم نطلع المثلث وناخذ اللي تحته وراح اخذه، وبهالشكل راح نكمل هذا كله وارجع لكم. هنا عندي هذه، وصلت الى هاي اللي راح اسوي، راح اطلع المطاطة اللي بالاصفر اطلعها، وراح اخذ المطاطة اللي تحت واحطها فوق، وهذه المطاطة راح اطلعها وراح احطها الى من جهة اليمين الى جهة الوسط بالمركز to the center. راح اخذ هذه النقطة وراح ادخلها، همشي دا يصور لان دائما هاي يصير عندي الفقرة انه ما يصور. راح اخذ مطاطة بلون اصفر وراح اسحبها وراح احطها هالشكل. بعدين راح يصير عندي مطاطتين، راح اخذ اللي تحت واطلعها وراح اسحب المطاطة. طبعا راح احضر الاس كليب الملون، صار الايام استعمل بس اس ملون، وراح اسحب الاسوار. صار عندي اسوار ثلاثي وانضم الى المجموعة، وشكله كثير حلو وكيوت عجبني. طبعا هذا الاسوار اذا ما كان على قياس معصمكم، اللي راح اسوي راح تاخذوا اصبعين، راح تاخذوا هذه وتلفوها هالشكل على شكل اكس، وراح تاخذوا مطاط حتى تسووها على قياس معصمكم، راح نلفها نحط المطاط، ناخذ المطاطة اللي تحت، ويعني طريقة كثير سهلة. نحط ايضا مطاطة وناخذ المطاطة اللي تحت. فيا بهالطريقة حتى الى يعني انا مو كثير يعني حتى يصير على قياس معصمي، بس هو يعني اني لان قياس معصمي كلش صغير. راح اخذ الاس وراح احطها اوكي، وراح اخذ الاس الثاني عفوا الجهة الثانية، وراح احط بيها بدا يطب اوكي سوري بدا يطب راح احط بيها الاسوارة، راح ينقطع I know اوكي طب وبعدين راح نلبسه وراح يطلع شكله كتير بيرفكت. فأتمنى عجبكم، ولا تنسوا تدعموا قناتي، وباي، أشوفكم فيديو جديد.